السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديال الشاف مشكور. اليوم غادي نقدموا لكم واحد الغريبة اللي هي ريش بوند، اللي كيعرفها الصغير والكبير. كتجي هشيشة ورطبة بالنسبة للناس الكبار. هادي راه حلوة زوينة. غادي ندوزو المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو 2 بيضات حجم متوسط بحرارة المطبخ، كاس ديال سنيدة، واحد الكاس ديال الزيت. عندي هنا مقادير ديال نص كيلو ديال الدقيق، والعبار ديال الكيسان ديال العنبة، كاس سكر، كاس زيت، 2 بيضات. نضيف عليهم 2 معالق كبار ديال الزبدة النوع الجيد، زبدة تكون حيوانية ما تكونش نباتية، واحد القبيصة ديال الملحة، واحد الساشي ديال السكر فاني، ساشي ديال الخميرة كيماوية. ما غاديش نضيفوه دابا، نخليوه حتى نديروه مع الدقيق. عندي هنا معلقة ديال مربى خاص بالحلويات، يكون ديال المشماش. عندي هنا نكهة ديال الحامض او لاغوند سيترون. غادي نخلطو العناصر ديالنا مزيان، نخلطو. بعد غادي نضيفو عليهم الدقيق تدريجيا شوية شوية. انا هادي دخلت نص كيلو ديال الدقيق، كنجمعوها مزيان، غير كنجمعوها حتى كتجمع باش نعرفوا العجين ديالنا القوام ديالو هو هداك. كنخشيو فيها صبعنا وكنخرجوه كيخرج ناشف. هذيك هي العجين ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا. كنشكلوها كويرات كيف ما بغينا حنايا، صغار كبار متوسطين حسب الرغبة. كنشعلو الفران من الفوق والتحت يكون سخون مزيان. من بعد كندخلو الحلوى ديالنا للفرن. من بعد كنوجدو السيرو ديالنا اللي كنحتاجو ليه قرعه صغيره ديال لا كونفيتور خاص بالحلويات، واحد الكاس ديال الماء زهر. السر ديال ريش بوند باش تجينا رطبه، خاصنا مباشره من الفران نوضعوها في السيرو. كون السيرو وجدناه قبل ما نخرجوها مباشره من الفران، كنوضعوها في السيرو، كنخليوها شويه واحد 3 حتى 4 ديال الدقائق، وكنهزوها كنفندوها في الكوك كيف ما كتشوفوا معنا بهذه الطريقه. هذه راه كتجي رطبه وهشيشه كيف ما كتشوفوا معنا في الفيديو. ها هي كتجي زوينه. لاغوم سيترون كتعطيها واحد الصفوريه من الداخل، كتجي زوينه وهشيشه، كتعطيها واحد المذاق زوين. كنتمنى الفيديو